السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد. وصفتنا النهاردة هي التحلية القمر دي. حاجة كده في منتهى الجمال، عبارة عن طبقة من البسكوت والمانجا، وعليهم طبقة من الموس بالجيلي، جيلي المانجا. حاجة في منتهى الجمال. مش هتاخد وقت معاكي، لكن هتطلع نتيجة ممتازة جدا. يلا بينا نسمي الله ونصلي على رسوله ونبتدي وصفتنا. بس لو أول مرة تشوفيني يساعدني انضمامك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اول حاجه معانا باكت من جيلي المانجا، هننزل بيه في البوله، وبعدين ننزل عليه بكوبايه او مج من الميه السخنه مغليه. نقلب الجيلي بتاعنا كويس جدا عشان نتاكد ان هو داب، وبعد كده بنتركه على جنب يبرد تماما، بس من غير ما بنحطه في التلاجة. تاني حاجه معانا كوبايه من بودره الكريم شانتيه الخام، ننزل عليها ب4 معالق او 5 معالق من السكر، عليهم كوباية من المية المتلجة. نبتدي نضرب الكريمة بتاعتنا كويس جدا بالمضرب الكهربائي. طبعا الكريمة الخام ما بيكونش عليها سكر، علشان كده بنضيف كمية السكر اللي احنا محتاجينها. ممكن تضيفي 4 معالق او 5 معالق حسب ما تحبي، ممكن تزودي عن كده، بس هي كده سكرها مظبوط. بنضرب الكريمة بتاعتنا كويس لحد ما تاخد القوام بتاعنا ده، وبعد كده بنبتدي ننزل عليها بالجيلي بعد ما يكون برد تماما. بنقلب الكريمة بتاعتنا مع الجيلي، وبعدين نبتدي نضربها بالمضرب كويس لحد ما بناخد القوام اللي احنا محتاجينه بالشكل ده. شايفين كده القوام بتاع الكريمة بتاعتنا بدأ يتماسك ويتقل معانا تاني، في نفس الوقت بتكون ناعمة جدا وكريمية. كده خلاص خلصنا، وصلنا للقوام المطلوب. بنبتدي نجهز الصينية بتاعتنا. بنفرد فيها كيس بلاستيك، وننزل بكمية من البسكوت السادة. بنبتدي نكسر البسكوت بتاعنا تكسير خشن بالشكل ده، وبعد كده بنوزعه في الصينية، وبعدين بننزل عليه بمكعبات من المانجا. انا هنا استخدمت مكعبات مانجا تكون مانجا ناشفة، ما تكونش طرية. وبعدين بننزل بطبقة الكريمة بتاعتنا اللي احنا عملناها، بنوزعها على المانجا بتاعتنا بالشكل ده. بتكون كريمية جدا. طبعا الطبقة دي بتكون شبيهة حاجة شبه الموس المانجا. بنوزعها بالشكل ده، وبعد كده بنبتدي نخبط الصينية بتاعتنا خبطتين 3 علشان الكريمة بتاعتنا تنزل لقاع الصينية وتتداخل مع المانجا والبسكوت. وبعدين بنتأكد ان الطبقة بتاعتنا وصلت، الكريمة بتاعتنا وصلت للطبقة اللي تحت. لو لقيناها ما وصلتش بشكل كامل، بنبتدي ندخلها بالسباتولا او بمعلقة عشان نتأكد ان هي وصلت للجزء اللي تحت تماما. بعد كده بيكون معانا نص كوباية او كوباية من قطع المانجا الطرية شوية. بنبتدي نهرسها بالهاند بلندر بالشكل ده، او ممكن تستخدمي الخلاط بدون مية او سكر او اي حاجة. بنستخدمها علشان نزين بيها الشكل بتاعنا. بنبتدي ناخد منها اجزاء بالشكل ده ونوزعها على شكل التحلية بتاعتنا، وبعد كده بنبتدي نوزع بعصاية الشيش علشان ناخد الشكل على التحلية بتاعتنا بالطريقة دي. بعد كده بنبتدي ناخد التحلية بتاعتنا وندخلها الفريزر من 4 ل5 6 ساعات، مش اقل من كده، علشان ناخد نتيجة كويسة. بتدخل معانا التلاجة، وبعد كده بنطلعها بتكون اتجمدت معانا وتدينا نتيجة كويسة. ده بيكون شكلها بعد ما خرجت من التلاجة. بنبتدي نطلعها من القالب. طبعا فايدة الكيس البلاستيك ان هو بيكون بيسهل علينا ان احنا نطلعها من القالب بتاعنا. بنرفعها من على الكيس، وبعدين نسحب الكيس بتاعنا
بالشكل ده. وبعد كده بنبتدي نقطعها. التقطيع الانسب بالنسبه لنا اللي هو بيكون مكعبات بالشكل ده. طبعا التحلية بتاعتنا بتكون قريبة من الايس كريم، حاجة ليها طعم مميز. طبقات بجد جميلة جدا من البسكوت ومكعبات المانجا والموز، حاجة ترطب في الصيف وتديكي طعم الولاد هيحبوه جدا. اتمنى تجربوها وتقولي رأيكم فيها. طبعا لازم تاخدي بالك ان بعد ما بنقطع منها لازم باقي الكمية بنشيلها في التلاجة علشان ما ينفعش تفضل برا. لازم تتحط في التلاجة وتطلع معاكي بالشكل والجمال والروعة دي. بجد حاجة تستحق ان احنا نجربها في الصيف. لو عجبك الفيديو لايك وشير. اشوفكم على فيديو جديد ان شاء الله على خير ومع الف سلامة.